بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. صاحب المعالي الأخ محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي المحترم، السيدات والسادة، أصحاب السعادة، رؤساء وأعضاء الوفود العربية المشاركة في جلسة البرلمان العربي، الحضور الكريم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء أرحب بكم في عاصمتكم بغداد وبلدكم العراق، الذي اعتاد على أن يكون حاضراً في هموم وتطلعات الأمة، متمنياً أن تكون جلستكم هذه وما سبقها من اجتماعات اللجان فرصة حقيقية لتعزيز التضامن والتعاون بين برلماناتنا العربية في مواجهة التحديات التي تواجهنا جميعاً في هذه اللحظة التاريخية المهمة والصعبة والحساسة. بعد الأحداث المأساوية التي شهدتها غزة العزيزة، والتي أثرت بشكل كبير على الواقع العربي والإنساني، حيث تعرض شعبنا الفلسطيني إلى أقصى الظروف في الفترة الماضية ولا يزال، وواجه أبشع أنواع العنف والظلم ولا يزال أمام آلة الحرب للاحتلال الصهيوني المجرم الذي تجاوز بجرائمه المتكررة كل معايير الحروب والصراعات التي شهدها التاريخ القديم والحديث، واستخدم القوة العسكرية الغاشمة والمتغطرسة. وفي هذا السياق فإن انعقاد القمة العربية المرتقبة في بغداد منتصف الشهر القادم يشكل فرصة مهمة وتاريخية لتبادل الآراء وتعزيز التواصل والتعاون العربي لمواجهة هذا الإرهاب، والعمل المشترك على أسس جديدة لتعزيز التعاون بين كل بلداننا العربية للتصدي لهذا الإرهاب، والعمل العربي الجاد المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. الحضور الكريم، إن العراق دولة عربية حاله حال كل الدول العربية الشقيقة، يمتلك صلة وثيقة وتاريخية بالقضية الفلسطينية عبر تاريخ طويل من المواقف الميدانية والسياسية والعسكرية، ملتزم بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. الأخوة والأخوات الأعزاء، الضيوف الكرام، أحبابنا، إن حضوركم إلى بغداد في الوقت الحاسم يأتي في وقت يعكس الثقة التي توليها الدول العربية للعراق كدولة تاريخية ومستقلة وقادرة على استضافة وتنظيم هذه الأحداث الهامة. ونحن فخورون بدورنا كشعب وحكومة في احتضان ورعاية ودعم المحافل التي تجمع شعوبنا وممثليهم في البرلمانات العربية لتعزيز الرؤى وتبادل الآراء والوصول إلى حلول فعلية تصب في خدمة شعوبنا العربية. وسنواصل العمل مع الأشقاء العرب على مواصلة الجهود للوصول إلى قرار عربي موحد، متكاتفين متوكلين على الباري جل في علاه
حتى تحقيق غايات أمتنا ونصرة قضيتنا العادلة، قضية فلسطين. أجدد الترحيب بكم في بلدكم العراق، متمنيا لكم جميعا طيب الإقامة ودوام التوفيق في مهامكم وتحقيق ما تصبون إليه في جلستكم هذا اليوم، ونتطلع جميعا إلى الوصول إلى توصيات تترجم على أرض الواقع لصالح شعبنا العربي الشقيق في فلسطين وشعوبنا العربية أجمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.